السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. وكيف ما وعدتكم في الفيديو السابق غنتقاسم معكم تحضيرات وبعض المقتطفات من الحفله النسائيه اللي نظمتها، ودازت صراحه غزاله اكثر من المتوقع. كانوا ناس غزالين، كانوا ناس ناشطين، كانوا ناس عجبهم الحال. دوزنا وقيته زوينه وتشرفت بمعرفتهم، ومرحبا بكم وشرفتوني ونورتوني وعمرتوا عليا، الله يكبر بكم. فعلا كانوا الناس راقيين، والناس زعما ماشي في المستوى، فوق المستوى. مرحبا بكم دائما وابدا، وما تكونش اخر مره، حيت فعلا دوزناها زوينه بزاف. كي كنتقاسم معكم فقط مقتطفات، ما كاينش وصفات ولا هذا، مقتطفات ديال التحضيرات. هنا عندي اللوز، درت الكعاب، فكان هذا اللوز ديال الكعاب. وبالنسبه للقشور انا ما كنرميهمش، كنشللهم نعصرهم مزيان وكنديرهم في الصينيه هكا. ملي كيكون في الران سخون كندخلهم ينشفوا، وملي كنبغي ندير غريبه د الكاوكاو ولا ديال اللوز بالقشور ولا هذه، فكنستعملهم كيجيو كيعطيو اللون ناصح مزيون، احسن من انكم تستعملوا يعني كاوبيل ولا الكاكاو مور بحال هكا باش يعطيكم اللون. كنستعملوه هويا كبديل. هذه كانت عندي الحشوه ديال الكعب مع العجينه، وهنايا عندي هذاك لي موتيف ديال الشوكولات اللي زينت بهم الحلوى ديال الشوكولات. كانت معدله بالبسكوي والكاوكاو والنسلي وشوكولات بيض. صراحه كتجي زوينه بحال المذاق ديال الطورون. كان هذا هو الشكل النهائي ديالها. انا قلت لكم غنتقاسم معكم مقتطفات فقط، راكم عارفين باش ما يجيش الفيديو طويل، واللي بغى شي وصفه مرحبا على الراس والعين. بحال الكعب والصابلي ديجا سبق لي وتقاسمته معكم، الطريقه ديال الطياب ديال الماكله حتى هي سبق لي وتقاسمتها معكم، غنخليها لكم في صندوق الوصف. هنا عملت الصابلي. كي كتشوفوا معايا يعني صابلي جا اللون ديالو مقاد في الطياب مذهب، درت لي موتيف بالشوكولاط الابيض و... وعندي نسلي كراميل اللي طيبته. هو هذا كنعمل شويه ديال النسلي كراميل وكنحط عليه هذاك الزواق ديال الشوكولاط الابيض. صافي تزيين بسيط لكن كيجي مزيون. كيبقى الصابلي ضروري منه في المناسبات. كنحاولوا دائما نديروا حلوى اللوز غريبه، حلوى بالشوكولاط، راكم عارفين صابلي يعني حلويات وحلوى معسله، كيكون هكا التبصيل متكامل يعني فيه من كل نوع شويه. فالمهم انا درت الكراميل وهذوك لي موتيف ديال الشوكولاط في الحلوى اللي عندي بكاع الكميه اللي عندي، ومن بعد عاد خويت عليهم هذا الزواق هذا اللي خديته من تادي. وجا هذا هو الديكور ديالهم. بالنسبه للجنب فانا عملت الناباج مع الجلوكوز ولصقت اللوز مهرمش. هنا ندوز معكم شكل اخر ديال واحد الحلوى معسله اللي كتخدم بالورقه د الفيلو والعجينه د الكنافه، وكتجي معمره باللوز والقرقاع. كتجي غزاله روعه، كتجي خفيفه وبنينه. ما نقولكمش عليها، اكيد غنتقاسم معكم الوصفه، وحتى الناس اللي كانوا حاضرين بغاو الوصفه فضروري غنصورها لكم في شي فيديو. بالنسبه لهنايا كي كتشوفوا معايا عندي 4 الورقات د الفيلو، كندير وحده ندهنها بالزبده وندير فوق منها واحده اخرى حتى كنكمل 4. من بعد كنرش بالعجينه ديال الكنافه، وكنرش اللوز والقرقاع. عندي كاس ديال اللوز وكاس ديال القرقاع، يلاه مصهدين شويه، كنرشو وكنبرولها ونقطعها بالموس كي كتشوفوا معايا. يعني طريقه سهله، حلوه سهله مهله، لكن المذاق كتجي لذيذه بزاف صدقوني. كيكون هذا هو الشكل ديالها، يعني كتقطع بكل سهوله وما كتخرجش يعني الكسور. صافي. وهنا استفت في اللاطه، زدت دهنتها بشويه ديال الزبده. كيشتو معايا في كاسرونه. بالنسبه للزبده كنخليها حتى كتغلى وعاد كنزيد عليها نفس الكميه ديال الزيت. فكان هذاك هو الشكل النهائي ديال الحلوى. وهنا بالنسبه للتحليه كنت عملت لاكلاص عملته في الدار. عندي هنايا واحد الباكيه ديال داك البسكوي العادي ديال الميركادونا اللي داير بحال تويكس، هذاك قطعته صغير وزدت عليه كاس ديال اللوز محمر ومطحون. وهنا عندي يطرو ديال الكريمه ديال الخفق اللي طربتها مزيان حتى طلعت كيشتو معايا. وبالنسبه للبول العجانه عندي 10 ديال دانون مسوس، وضفت عليهم ربعة 250 غرام ديال النسلي عادي و250 غرام ديال النسلي كراميل.
صافي. وهنا كنبدا ندخل بشويه بشويه. بالنسبه للفيديو انا مسرعاه، لكن طريقه الخدمه راه خاص تكون ثقيله غير الفيديو اللي مسرع. فكنخلطو بشويه بشويه ونضيفو بشويه بشويه ونخلطو بشويه بشويه حتى كينسجموا جميع العناصر. وهنا في الاخر ضفت هذاك اللوز وداك البسكوي اللي قلت لكم داير بحال تويكس كيكون فيه الكراميل من داخل. العبار هذا خرج لي 5 ديال هاد ليمون هادو كيهزو يطرو. كيجيو عمليين، ومني يعني عمليا كتحشيهم في الفريغو حتى اللحظه اللي كتحتاجيهم كتخويهم وترمي بلا ما تغسلي بلا ما يغسلك. صافي هنايا كنوريكم هذه كيلو ديال كان فيها كيلو ديال الكراميل. المهم درت 250 غرام ديال الكراميل و250 غرام ديال النسلي العادي. هنايا نهار قبل الحفله كان ضروري خاصني نعدل الطباصل ديال الحلوى كي كتشوفوا معايا. كان استفتم على هاد الطريقه يعني بلديه. كل تبصيل فيه العدد اللي خاصو من كاع الشكالات كيجي مزيون. كتعجبني انا الحطه بلديه، ما كنقولش ما نديرهاش بستفه، ولكن الا جبتها بالنسبه لاختاريت انني نحط كل مجلس او كل طبله نحط لها التبصيل ديالها وياكلوا هكذا على خاطرهم احسن ما اننا ندورو ونفرقوا. لا، فيها تماره لينا حنا وحتى الناس كيبقاو مفتونين. فهكا الطبسيل كيجي مجموع كيجي حلو كيجي مزيون، يعني كتحس بداك الجو بحال اللي في الدار. صافي كانوا هادو هما الطباصل لويتهم مزيان بالفيلم اليمونتير حتى ديتهم للصاله عاد حيدتهم والحمد لله وصل كلشي مزيان. هنا نتقاسم معكم واحد الفكره على السريع. الا حصلتوا بحال اللي حصلت انا فكان خاصني نشري الطباصل في الذهبي والكيسان في الذهبي، لكن الكيسان كنجبر فيهم مكتوبه داك عيد ميلاد سعيد، فما كانش عندي خيار اخر فقط انني ناخذ كيسان بويض وندخل عليهم شي لمسه ديالي، وهكذا نكون عملت داكشي اللي كنت باغيه. فكانوا عندي هاد زويفات هادو ديال الكاغيط كانوا عندي في الدار موجودين، فاختاريت انني نلصقهم بحال هكا وجاو مزيونين وعطاو منظر مزيون وشي حاجه بيرسوناليزادا مزيونه وديفيرنتي. فهذه طريقه قسمتها معكم مني تحصلوا اولا مني تبغيو ديروا شي فكره. هذه اكيد غتنفعكم. ممكن نديروها بهادو ذهبيا كيف ما في النقري كيف ما في البيض سامبل اللي عندكم تقضيو به وتخرجوا راسكم. فجا الشكل ديالهم صراحه مزيون وجاو عاطين منظر. كفكره قسمتها معكم كنتمنى تعجبكم. صافي وطريقه راه ساهله. هادوك الزيوفه كنقسمهم على جوج وكنلصق النص هكا ونص هكا مع بعضياتهم وصافي يعني، وكيبقاو ثابتين ما كيتقطعوا ما كيتحيدوا ما حتى حاجه. بالنسبه لهادو انا حطيتهم في الاول على حسب الماء، يعني حيت كانوا قراعيد الماء كبارين فحطيت هاد الكيسان على حسب الماء والطبيصلات راكم عارفين على حسب الحلوى وعلى حسب الواحد يحط قدامه الحاجه. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى يعجبكم يعني نتمنى الفكره تكون عجباتكم وجاتكم سهله وهي فعلا سهله. صافي كان هادشي هذا قبل الحفله. وهنا نهار الحفله غنتقاسم معكم الصباح بكري مع داك 7 نوض حيت الدجاج كنت شرملته بالليل بيت مشرمل، ففي الصباح غير نوض شعلت عليه هكذا. ما كنتش مستريسيه ما كنتش مبرزطه ما كانش عندي شغل بزاف هذاك النهار. بالنسبه للطنجر كي كتشوفوا الطنجره كبيره. الحمد لله هزت لي داك الكميه اللي كنت محتاجاها كامله وخويت عليها يطرو ديال الزيت. بالنسبه لهاد الكميه هذه ديال الجداد يطرو ديال الزيت روميه وكاس كبير ديال الزيت بلديه. وبالنسبه للطريقه ديال تحضير الدجاج محمر راني ديجا تقاسمتها معكم واكيد غنخليها لكم في صندوق الوصف. فعلا طريقه زوينه كيجي لذيذ ما تشبعوش منه والدغميره كتطلع واقفه معلكه بلا ما نشكرها لكم. صافي مع داك العشرة وشي حاجة كانت الماكلة طابت. كنت مشيت للصالة باش نعدلها باش نحط الميسات. راكم عارفين حيت كيسمحوا لك تدخلي لها حتى النهار اللي انتينا كرياها. فوجدنا درنا المانطيلات درت الطباطل في الذهبي كي كتشوفوا معايا سريبتات هيدا على شكل مثلث، يعني شي حاجة بسيطة لكن مزيونة ومتيولة. هادو الكويسات اللي تقاسمت معكم جاو على هاد الشكل هذا. شي حاجه بسيطه وسهله وراكم عارفين. هادشي هذا كيبغي العوين. كانت معايا اختي عاونتني في هذا النهار هذا فعلا عاونتني بزاف. صافي هنا كندير معكم فقط مقتطفات وعندير معكم جوله في الصاله كي جات والصاله كي دايره زوينه متسعه خدينا راحتنا فيها. بقات الموسيقى حتى ل 12 الليل ما كاينش اللي هضر معانا وكان تيسع الحمد لله. شطحنا وفوجنا وغنينا كان دي جي كانت ومدحوا راسهم.
المهم كانوا الناس غزالين، كانوا الناس من أطيب خلق الله، داك الناس اللي شعبيين، أنا كيعجبوني الناس شعبيين، أما داك الناس اللي فيهم فيهم بزاف ديال التبعكيك وداك البروتوكول والتغاميز هذاك بلاش منهم أحسن. إي والله هادشي اللي كاينة. المهم هنايا كانوا قربوا الناس يدخلوا، فضروري كان خاصني نشعل الشميعات، راكم عارفين ضروري أنا الشمع خصو يكون حاضر عندي. صافي هنايا شعلت الشميعات وكندير لكم درت هذاك الورد الوسطي، ديكور بسيط، راكم عارفين اختكم غير مبتدئه وخاصنا نخرجوا شي حاجه مزيونه بداكشي اللي عندنا، داكشي اللي عندنا نخرجوا منه حاجات مزيونين. بالنسبه للكيسان، هاد الكيسان كانوا عندي وشريت هذوك الحجيرات درتهم فيه، وخديت هاد الشمع هذا كيس بار ديال 8 ساعات، فعارفه يعني غيبقى لي سهره كامله عليها. خديت هاد الحجم هذا وراه موجود، خديتو انا من تيدي وكيعطي الريحه مزيونه ديال الفاني. صافي كانوا هادو هما الميسات كي كتشوفوا معايا الشكل ديالهم بسيط لكن انيق ومزيون وما مشارجيش. صافي والناس ديال الغربه راه عارفين صالات كي دايرين وعارفين اصلا ما كاينينش وفين عتلقايهم بعدا، فكان على هاد الشكل هذا. هنا كانوا قربوا ضيافي يجيو مع داك 3:30 كان عندي الموعد معاهم، فدوزت عملت هاد البخور هذا صراحة ديال الخنجر ريحته واعرة، كتعلي المورال زوينة والله. الريحة ديال هاد البخور هذا زوينة بزاف. عندي ديال العود والمهم هما تقريبا كيتشابهوا ولكن هذا زوين بزاف. ما درتش العود، المرة الجاية ندير لكم ديال العود، انا كنوعدكم من هنايا ولكن حتى هذا ريحته واعرة. صافي عملت هذاك الجمر ديال كيتباع هكا كيشعل دغيا، ودرت شويش ديال البخور حتى قربوا ضيافي كي قلت لكم يجيو. صافي وكنت واجده باش نستقبلهم. وهنا ندوز نوريكم الميسا اولا البوفيه كي جا، شي حاجه مزيونه متنوعه بديكور كي قلت لكم انا مبتدئه بديكورات اللي هي بداكشي اللي عندي، ما نكذبش عليكم مشيت شريت وكلفت على راسي لا بداكشي اللي عندي قضيت به والحمد لله طلع كلشي غزال، طلع كلشي متول. درت هذيك الاضافه هذاك الكوادرو هكذا. هنا دوزت ضروري باش نشعل الند، بالنسبه للند والشماع والبخور ضروري عندي انا حاضر خصو يكون، خصوصا هكا مع الضياف كيجي مزيون وكيعطي الريحه كيعطر الجو. بالنسبه للبوفيه كان هنايا عندي بونبونيس، هذا الديكوراسيون هاد القويلبات ديال السكر مع مسحفات هنايا. بالنسبه للفواكه الجافه وداكشي كان عندي محطوط هنايا في البوفيه. صافي كنتمنى هادشي هذا يعجبكم وتاخذوا منه افكار علاش لا. صافي بالنسبه للحلوى كانت هي هذه. وصل الحمد لله كل شيء وصل صحة سلام والله الا وصل كل شيء صحة سلام. مع لويتو في الفيلم اليمونتيغ مزيان، ما تحركتش، الا ما تحركتش يعني راه ما تهرسش الحلوى. هادشي اللي كاينه. بالنسبه لهذا الكيش ما تقاسمتش معكم الطريقه، معدل بسبيناكاس وشامبينيون والغامبا، كيجي واعر وطريقه ساهله خفان زربان يعني كيوجد في البلاصه. بالنسبه لهاد البسيطلات جاو بالحشوه بلديه عاديه ديال البريوات، غير درتهم بهاد الفورمه هذه ديال الورده، جاو بمذاق ديال الحلاوه. وبالنسبه لي شوسون فكانوا بالطون، حتى هما كيجيو مزيونين بزاف بالطون والجبن، فحتى هما شي حاجه اللي ومذاق ديال الزعتر كيتكالوا بزاف وكيعجبوا الناس وكيشتو. يعني حتى الحجم راه ما عملتش داكشي صغير، عيني كبيره كيعجبني ندير حاجه كبيره. فكان هذا هو الشكل ديال البوفيه، كان فيه المالح والحلو والفواكه جافه بونبونيس. بالنسبه للعصير فرقته مع المالح هكذا. بزاف ديال الناس كيسولوني قالوا لي باقي ما حطيتيش فيديو، ما حطيتيش فيديو. راكم عارفين مني كتكون المسؤوليه ديال الوليدات والعيه وهذا، فمستحيل انني ما نتقاسمش معكم ولو شي حاجه بسيطه يعني مقتطفات، لكن ضروري كان خاصني نتقاسم معكم. هذا الفيديو هذا بالنسبه للعصير انا قلت لكم فرقناه مع المالح، والحلوى فرقناها مع اتاي. واخا كان ديجي كان ضروري البنات خاصهم يديروا الباروك ديالهم يمدحوا بيدهم. دوزنا وقت غزال زوين، كان الميكروفون ضحكنا غنينا نشطنا، ملي كترشق لنا كنوضو نديرو الديجي وحنا غاديين. دوزنا واحد شنقول لكم تفرقنا حتى ل 12 الليل، دوزنا واحد 8 ساعات هكذا. ديسكونيكتينا فيها دوزناها زوينه بزاف، ولكن دازت بالبنات اللي كانوا حاضرين فعلا، بنات ناشطين اكتيف غزالين شعبيين ظريفين اللي شكرتهم بزاف، ولكن فعلا ما كذبتش هذا الواقع. صافي هنايا كنت كنوجد العشاء، فكان ضروري من المشروبات
والخبز. وبالنسبة للماكلة عملت الدجاج محمر بالزيتون والدغميرة، الحامض والبيض ضروري، يعني تقديم بلدي 100%. لكن جا ما نقول لكمش ما شهيتكم فيه، جا شي حاجة واعرة. عجبهم، تكال وعجبهم صحتهم وراحتهم. بالنسبة لهنايا كنوريكم الطباصل وبان لي واحد الطبسل ما فيهش الزيتون، راه حتى مشيت ندير المونتاج عاد رديت له البال. وهنايا كان عندي التحلية، كانت عندي فروتة هكا منوعة، شوية من البنان والتشين والعنب والكيوي. والوسط عملت لاكلاص اللي حضرت معاكم، حيت فعلا كيجي مزيون بزاف، كيجي لذيذ وشي حاجة منزلية. فهادشي اللي كاينه. كانوا هادو مقتطفات من الحفلة. مرحبا بالبنات اللي جاو، والناس اللي ما قدروش يجيو كانوا يعني ساقوا الخبر معطلين واعتذرت منهم. يسمحوا لي المره الجايه ان شاء الله يكونوا بلاصات كتر. راكم عارفين هنا ملي كتقولي واحد العدد ديال الناس كتكوني مقيده به، ما كرهناش كلشي يجي وما كرهناش نتجمعوا ونكونوا كتار، علاش لا. لكن المره الجايه ان شاء الله اكيد غيكون العدد اكتر. وهكذا تشرفوني وتنوروني. صافي هنايا كنزيد نتقاسم معكم مقتطفات من البوفيه هكا عن بعد. وكان هذا هو الفيديو كيف ما وعدتكم. اللي بغى شي وصفة مرحبا على الراس والعين. بالنسبة للانستغرام ديالي راه هو اللي كاينه في الكوادرو، عالم اماني نفسه. وبالنسبة للقناة ديالي عالم اماني. مرحبا بكم الا كنتوا اول مرة تشوفوا القناة ديالي، مرحبا بكم. ما تنسوش ديروا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من تعاليقكم الزوينة. مع السلامة، تبقوا على خير.